رسميا تم الوقوف للركراكي المدرب المغربي المنتخب المغربي الركراكي 4 الماتشات من طرف الجامعه الكاف. لذلك علاش متى فوقاش هادشي كيفاش هادشي اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله. دونك الكاف عاقبت المدرب الركراكي 4 الماتشات ما يدربش، وكذلك مع الغرامه الماليه اللي كتقدر بواحد الثمن اللي هو رمزي. لذلك الاخوان صراحه الله هادشي اللي كنشوفوا طبيعه الحال خطير بزاف وخطير لاننا كنشوفوا الركراكي جاب العز لهاد الكره الافريقيه وجاب العز للكره الافريقيه بصفه عامه اللي كانت محقوره بزاف. ومادام خصهم هما في بلاصه ما يشجعوه ويرياكتوه ويشجعوه بواحد التشجيع اللي هو جاب لهم واحد العز الكبير، وهما ماشيين كيفشلوا فيه، هم دايرين له واحد داروا له بحال العصا في الرويضه. 4 الماتشات تقريبا راه شي حاجه اللي صعيبه بزاف اللي كنشوفوا كذلك بسبباش قال لك بسبب دوك التصريحات اللي كانت بينه وبين داك اللاعب اللي كاين مامبا، اللاعب الكونغو القصه راكم عارفينها. وكذلك كنشوفوا المساعد الرسمي ديال الركراكي بن محمود كذلك قال لك هو كاين في وسط تيران وعارف شنو كان وشنو وقع، والحوار اللي دار بينات الركراكي دار بين الركراكي ومامبا، وقال لك راه داكشي راه عادي جدا وانا سمعت داكشي اللي وقع بيناتهم وما كايناش شي عنصريه. ولان الركراكي انا صراحه الله شخصيا ما كنعتقدش حتى شي مغربي ما كيعتقد بانه غادي يقول عليه شي مواصفات اللي هي عنصريه، لان الركراكي واحد الشخصيه اللي عظيمه، شخصيه اللي كتميز بالاخلاق والفضيله. لانه كاين واحد هو فين تولد في واحد المنطقه اللي كاينه في فرنسا، الاسم ديالها صراحه طلع تنسى عليا، المهم ديك المنطقه بالضبط كاينين غير الافارقه والمغاربه والتونسيين، كاينين غير المهاجرين، مهاجر على خوه. دونك بالضبط فين كاينين كيتعايشوا بعضياتهم، كاين البشره السوداء، كاين الابيض، كاين الكحل، كاين الى اخره، وكيتعايشوا بعضياتهم وعندهم هدف واحد هما يساعدوا ريوسهم، يساعدوا بعضياتهم ويزيدوا في الدخل ديالهم الى اخره. هذا هو الهدف. دونك ما يمكنش يمشي هو دائما كل ما كتيح له الفرصه في الوصف الكره الافريقيه كيوصفها شي اوصاف اللي هي زوينه ايجابيه، دائما كنشوفوا هذه الاوصاف. وذلك هو مدرب دا افضل مدرب افريقي، وفي الاخر كنشوفوا عطاو 4 الماتشات. راه صراحه هادشي اللي كنشوفوا حاليا راه كيخلع بزاف، لانه واش فعلا هاد افريقيا واش باغيين يفشلونا كمغرب، كيبغيو يفشلونا، كيحيدوا واحد من اهم الركائز اللي كاينه في المنتخب، الله اعلم. هذا ميساج مهم اساسي لاصحاب الكولسه واصحاب، لان افريقيا راه كتساعدكم تحكيميا، كتساعدكم دفاعيا، كتساعدكم هجوميا. راه الجواب باين، لانك كتناقشهم نقاش اللي هو منطقي، كيبدا يبرك عليك كيقول لك انتم افريقيا راه كتساعدكم، الكاف كيساعدكم وكل شيء معاكم، وحنايا راه ضدنا. وراه هو الجواب راه باين. كنتمنى منكم الدراري اللي سمعتوني في هذا الفيديو معصب ولا سلبي، ولكن هذا الشيء راه كيعصب الاخوان، راه حيدوا لينا من اهم الركائز اللي كاينه في البلاد ومن اهم الركائز اللي كاينه في المنتخب الاساسي، لان الركراكي عنده واحد الدور كبير ومهم واساسي. كنشوفوا كذلك في ايامات كاس العالم، كنشوفوا بين الشوطين كيعطيهم واحد الموتيفاسيون، كيكون فارق في الشوط الاول واحد، الشوط الثاني كيكون واحد، لانه كيشحنهم الشحنه اللي هي ايجابيه، كيعطيك تلقى قدامه اللاعب كيوكلو، لانه تشحن، لانه دخل واحد الموتيفاسيون، واحد العينه الموتيفاسيون اللي كبيره بزاف. لذلك كنشوفوا من اهم ركائز اللي كاينه، وكذلك ثقتنا كبيره في المنتخب المغربي بصفه عامه وبصفه خاصه بن محمود مساعد ديال الركراكي، لانه قبل ما يعير القجاع عير الركراكي قال له اجي تدرب، واول واحد اختار الركراكي هو المساعد الرسمي ديالو بن محمود. لذلك عندهم نفس الصفات متخالطه، لذلك كنتمنوا خير ان شاء الله. الماتش الجاي ان شاء الله ضد الجنوب افريقيا نهار 3 الجاي ان شاء الله باذن الله، وكنتمنوا التوفيق وان شاء الله مربوحه.